ده رغيف حواوشي ب20 جنيه وفي زيه ب15 جنيه. طب ازاي؟ طيب يعني ايه نوع اللحمة المستخدمة عشان يتباع الرغيف ب15 جنيه؟ ايه؟ هتقولي الحواوشي ما بقاش لحمة صافي، ماشي انا عارف، يبقى لحمة وفيها دسم عالي وبيتحط عليها بصل وفلفل ومش عارف، بس برضو يعني النسبة قد ايه؟ يعني هتحط قد ايه لحمة في السندوتش؟ 10% من المكونات؟ استحالة يعني. فياريت اللي عارف معلومة صح يقول لنا، يعني يمكن في سر احنا مش عارفينه. زي العربيات اللي موجودة في كل مكان دلوقتي بتاعت البرجر، يقولك سندوتش برجر شريحة لحمة 150 جرام مع البطاطس ومش عارف ايه ب50 جنيه. طب ازاي؟ ده كيلو المفروم المستورد ب250 جنيه. يعني حتة اللحمة النية ال150 جرام دي تخش في 40 جنيه نية. ده غير بقى اللي شوف بقى العيش والصوصات والخضار والبطاطس والباكجينج وكل ده. في مطعم تاني تلاقي عامل كيلو بيبيع كيلو الكفتة مع العيش والطحينة ب250 جنيه. دي ايه نوع اللحمة بقى؟ وناس يقول لك الله يبارك لهم عشان الغلابة. انت بتموت الغلابة. ايه هي نوع اللحمة اللي بتيجي اقل من سعرها ني؟ يا ريت اللي عنده معلومة بجد يقول لنا في التعليقات. سلام.